السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد المسمنات اللي على شكل بريوات اللي نقدروا نستغنوا فيهم على الورقه. جو رائعين، جو مقرمشين، جو لذاذ، وفي نفس الوقت جو راقيين في المنظر. بالنسبه للناس اللي كيدعموني دائما كنشكرهم، والناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي الا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب واشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. انا هنايا غنعطيكم المقادير اللي خرجوا لي 10 الحبات من هاد المسمنات اللي درت فيهم 2 كيسان ديال دقيق الفورس، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه. غنحتاج البيض ديال البيض اللي غادي نحتفظ بالصفر ديالو. غنحتاج ربع بواطه ديال المنكارين ما يعادل تقريبا 80 غرام ديال المنكارين ديال التوريق، معلقه كبيره ديال الزيت، وغنحتاج هنايا نص كاس ديال الماء اللي زدت معاه معلقه ديال الخل. غناخذ الدقيق ديالي غادي نغربلو، غادي نزيد عليه سكر سنيده مع الملحه، غنخلط الكل جيدا. غنحتفظ بداك الصفر ديال البيض، وغادي نخوي البيض مع العجين، بيض مع العجين ديالي. غنزيد معلقه ديال الزيت، غنحاول نخلط مع عناصر تينسجموا مع بعضياتهم، وغنبدا نعجنهم. انا هنايا احتاجيت نص كاس ديال الماء اللي قلت لكم، زايده فيه معلقه ديال الخل. صافي غنخلط العجين ديالي، غير نجمعها صافي وغنديرها في واحد البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها ترتاح. المهم تقدروا تخليوها ترتاح قد ما بغيتو. انا هنا تقريبا خليتها ارتاحت واحد سويعه ولا ساعه الا ربع. بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو. انا درت هنايا الحشوه الكلاسيكيه، حيت وليداتي ما كياكلوش بزاف ديال الحوايج، انا درتها كلاسيكيه ودرتها عاديه. احتاجيت هنا معلقه كبيره ديال الزيت البلديه مع معلقه كبيره ديال الزبده. احتاجيت هنايا واحد مربع ديال الفيرميسيل ديال الروز. احتاجيت هنايا تقريبا واحد زليفه صغيره ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته صغير باش ما يقطعش لينا البريوات، واحد البصله متوسطه مقطعه مشلضه، الصوجه، معلقه كبيره تكون عامره ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل انا هنايا عندي معلقه كبيره ديال التوابل ديال السمك، معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الثوم منسم او لا الثوم بودره، ونص معلقه ديال الابزار. اول حاجه غنديرو غنوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه انا هنايا درت الزيت مع الزبده اللي درتهم فوق العافيه. صافي غنخلي حتى تذوب ليا ديك الزبده، وغنضيف البصله غنخليها حتى طيح مزيان كيف ما شفتوا. صافي عاد غادي نضيف عليها الصدر ديال الدجاج. تقدروا هنايا ديروا الكفته ديال الدجاج اولا ديروا الكفته عاديه، المهم اللي متوفر عندكم. كيف قلت لكم انا في الاول درت حشوه كلاسيكيه بحكم ان وليداتي ما كياكلوش بزاف د الحوايج، هذاك الشيء درته بهذه الطريقه. صافي ضفت التوابل حتى كيبيض لينا داك الدجاج. صافي وكنضيفوا التوابل كنخلطوا الكل مزيان حتى كينسجموا العناصر بعضياتهم. صافي وكيدخل الطياب لينا في هذاك الصدر ديال الدجاج. هاد الاثناء رطبت هذاك المربع ديال الفيرميسيل، خليته كيرطب ميها سخونه. صافي ورجعت الحشوه ديالي لقيتها طابت. غنطفي البوطه ونزيد ديك المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، غنخلط الكل جيدا. صافي بالنسبه للفيرميسيل هنايا من بعد ما طاب ليا غناخذ واحد المقياس نقطع حتى هي طريفات اللي يكونوا صغيورين، اللي نكونوا كناكلوا في المسمنه ما يجوش هذاك، ما يبقاوش زعما دوك الخيوط طوال. صافي ودرته في واحد الاناء وخلطت الكل جيدا، وخليت الحشوه ديالي جانبا حتى بردات. عاد غندوز نعمر بها المسمنات. بين ما بردت لي الحشوه ديالي دزت واحد الكاسرونه اللي درت فيها 4 بواطه ديال الزبده ديال التوريق، الزبده اللي كنورقوا بها المارغرين، اللي كنورقوا بها اللي كنورقوا بها كرواسه ولا كنورقوا بها، المهم حتى التوريق. صافي دزت هنايا خديت العجين ديالي كيف ما شفتوا. العجين ديالي راه كتسدلك غير بوحديتها، يعني بلا ما تحتاجوا. انا هنايا ما خليتهاش بزاف، تقريبا خليتها واحد ساعه الا ربع ولا كاع ساعه قل كاع خليتها، يعني راه كيف ما شفتوا كيكون هذا هو الشكل ديالها. صافي شكلتها على 5 الكويرات بهذا الشكل، وعاود غطيتهم وخليتهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه. يعني ما كانش عندي الوقت انا بزاف، يعني ما خليتهمش خداو وقتهم باش يرتاحوا، يعني دغيا شكلتهم كيف ما شفتوا. كندهن سطح العمل بالزيت. صافي كنطلق العجين ديالي كنطلقها حتى كيبان لي سطح العمل. شي الا خليتوها اكثر من الوقت اللي خليتها انا راه ما غتثقبش لكم نهائيا، يعني غتجيكم ما غتثقبش نهائيا. صافي كندير وسط من العجين ديالي داك الزبده اللي ذوبت،
كنديرها في الوسط صافي كنلويها على جوج وكنبدا كنشكلها. كتجيكم التشكيله في الاول صعيبه، يعني ملي يلاه كتبدا صعيبه، ولكن غير كدوزوا الدوره الاولى الدوره الثانيه صافي وكتبداو كتجيكم زعما سهله. ملي كنساليو العجين ديالنا كنمسحوا سطح العمل كيف ما شفتوا راني مسحته. علاش؟ باش ديك الزبده ما تبقاش ليا في سطح العمل وتقطع لينا العجين ديالنا ملي نكونوا زعما تلصق لينا فيها العجين ديالنا ملي كنكونوا كنلويو دوك المسمنات ديالنا صافي. وكنعاود ندهن سطح العمل نفس الشيء. دائما ملي كنكونوا كنطلقوا بالزيت بوحديتها، ولكن وسط المسمنه كنديروا ديك الزبده ديال التوريق صافي. وكنبدا كنشكلهم، راه كيجيو ساهلين، كيجيو رائعين، راه ساهلين غير كيبان لكم، راه كيجيو ساهلين بزاف ودغيا دغيا كيتشكلوا حسن كاع من المسمن المربع ودغيا دغيا كيوجدوا. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله غنديرهم في واحد اللاطه اللي فرشت على ورق الطبخ صافي. غناخذ داك الصفر بيضه اللي غندير فيه شويه ديال الصوجه وغندهن البريوات اولا المسمنات ديالي بهذه الطريقه. تقدروا تشعلوا عليهم شي حاجه هنا، تقدروا تخليهم حتى كيطيبوا كيف ما درت انا. المهم اللي بغيتو. شعلت هنا الفران ديالي على 180 درجه من الفوق ومن التحت صافي. دخلتهم تقريبا خداو ليا واحد 45 دقيقه في الفران حتى تحمروا وخرجتهم. درت عليهم شويه ديال الموتزاريلا اللي كانت عندي محكوكه باش زينتهم وصافي. ورديتهم غير شويه شدات ديك الموتزاريلا فراسها صافي وخرجتهم من الفران. كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجيو رائعين، كيجيو راقيين، كيجيو لذاذ بصراحه. الحشوه الكلاسيكيه ديالنا القديمه بصراحه كتجي بنينه، كتجي رائعه بصراحه. والله الا فكروني في الحشوات ديال ماما الله يخليها ليا. جاو رائعين، جاو لذاذ. بالنسبه للتوريقه راه باينه، راه الصوره كتهضر على راسها بلا ما نحتاج نشكرها لكم. كيف ما قلت لكم دابا البرد كنبغيو شي حاجه ناكلوها مع الشوربات ديالنا، شي حاجه للكوتي. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. والله لقينا في ساعه الخير مع فيديو مقبل ان شاء الله.